السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل بيت في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع عبقري كرة. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. الزمالك والرخصة الأفريقية، كابوس الرخصة الأفريقية والزمالك. كابوس الرخصة الأفريقية والزمالك. الزمالك خلاص يقترب من عدم الدخول في دوري الأبطال أفريقيا. ياه، الزمالك يقترب من عدم الدخول في دوري ابطال افريقيا. الزمالك يهدد بالانسحاب من دوري ابطال افريقيا بسبب قضيه ابراهيم نضاي. ابراهيم نضاي السنغالي قضيته معقده جدا، قضيته معقده جدا. الزمالك كل ما يقول له على جدول المستحقات وكيله يرفض اي جدول المستحقات، وكيله يرفض اي جدول المستحقات، وكيله كمان يرفض اي مبلغ دفعه ورا دفعه. الوكيل رافض اي حاجه أو اي حاجه، عاوزهم كاش، عاوز فلوسه كاش. ابراهيم النضاي السنغالي، ابراهيم النضاي يعرقل الرخصه الافريقيه لدى الزمالك، والزمالك اضطرب بنسبه كبيره من عدم المشاركه في دوري ابطال افريقيا. فضل يومين لازم يحل ازمه نضاي والكسندرا الاوكراني، الفريق الاوكراني اللي اتى منه بزيرا. الفريق الاوكراني الذي اتى منه بزيرا رافض برضه جدول المستحقات، بس جون ادوارد بطريقته هيحل المستحقات لاخوان بزيرا، وممكن اخوان بزيرا برضه يتدخل لانقاذ الزمالك. ممكن اخوان بزيرا برضه يتدخل لانقاذ الزمالك ويحل الرخص ويحل قضيه فريقه الكسندريا الاوكراني. الفريق الاوكراني ممكن يوافق على جدول المستحقات. اما اللاعب ابراهيم نضاي السنغالي اللي اتى الزمالك ما عملش اي شيء في الزمالك، كان بيجري بس بالكره مع جوزيه جوميز ورافض جدول المستحقات. الزمالك اقترب بنسبه كبيره من عدم المشاركه في دوري ابطال افريقيا. طب ليه قام فلوس بالمناسبه ليه كام فلوس ابراهيم نضاي؟ الفلوس عاوزها كاش، دي 1,800,000 دولار. بص، لا يوجد بص عند ابراهيم نضاي. ابراهيم نضاي عاوز فلوسه كاش، كاش كيش تعدي الزمالك ويطلع بالموضوع بلا حمص خالص. طب الكاف يصدم الاهلي، الكاف يصدم الاهلي. كل العرب، كل افريقيا، كل مصر كانوا مستنيين مشاركه الاهلي في دوري ابطال افريقيا، والكاف اجتمع اليوم لمناقشه زياده دوري ابطال افريقيا، ولكن الكاف ما اتطرقش ناحيه هذا القضيه والقصه، وما راحش ناحيه بيان هاني ابو ريده وحجه يتكلم في زياده نقاط دوري ابطال افريقيا، لكن رفض هذا الفكره وقال الفكره مطروحه على المكتب التنفيذي، والمكتب التنفيذي ياخذ هذا الخطوه وياخذ هذا القرار. المكتب التنفيذي في ايده كل القرار. الكاف يصدم الاهلي. الكاف اجتمع اليوم لمناقشه زياده عدد نقاط دوري ابطال افريقيا، ما اتطرقش ناحيه هذه الناحيه وما اتكلمش في هذه القصه. الكاف اتكلم يا دوبك النهارده في حاجات بسيطه، اتكلم هيزود فلوس الكره النسائيه لافريقيا. دي الكره النسائيه طبعا دوره البطوله الافريقيه افريقيا الكره النسائيه، وكمان تطوير كره القدم الافريقيه اللي مش شايفينش فيها اي تطوير. الاهلي كمان حسين عموته في الاهلي عامل جو قتالي، عامل روح قتاليه لدى النادي، عامل جو بسم الله ما شاء الله. حسين عموته في الاهلي بسم الله ما شاء الله. حسين عموده يظهر العين الحمراء للاهلي. حسين عموده اظهر العين الحمراء للاهلي، واللعيبه الشباب الصغيرين والناشئين بيعنفهم في النادي الاهلي، بيقول لهم العبوا كذا، اعملوا كذا، اتدربوا، اللي يغلط بيعاقبوا. واللعيبه الكبار اذا غلط منهم احد ياخذه على جنبه ويقول له كلمتين ودهم له في جنابه، لان عاوزه يتعدل، لان الاهلي داخل على نظام دوري ابطال افريقيا وكاس مصر وسوبر مصر، وعاوز يلم ما يخليش الاهلي طلع موسم كارثي الموسم اللي عدى، والموسم ده ناوي الاهلي دمار. طب وده الدوري الجديد ان شاء الله زي ما قلنا هتكون لحد الجرعه 1/8 على الاقل، يعني باقل تحديد. طب حسين عموده رفض ال100 باص وقال اعملوا باصات قصيره، وكمان رفض حسين عموته الالتحامات في الاهلي. حسين عموته رفض الالتحامات، وحسين عموده عاوز الباصات القصيره، في العرضيات، بلاش المراوغات. حسين عموده ما بيحبش المراوغات. حسين عموده رجل صارم جدا. حسين عموده لا يعشق الا لعب كره القدم الكويسه، لعب كره القدم. هات وخد ارضه وعرضيات
وكمان عاوز اللعيب اللي يلعب جاد، اذا غلط لعيب ولعب صح مع حسين عموده يوافق حسين عموده على هذا القرار، ان حسين عموده لحد دلوقتي عامل اداء ممتاز جيد جدا في الاهلي ومبشر حسين عموده. طب برادوفيتش المدير الفني للزمالك اللي اعلن عنه من يومين لحد دلوقتي ما وصلش القاهره، واحنا كان اخبرناكم من قبل انه هيوصل القاهره خلال ساعات. طب لحد دلوقتي ما وصلش القاهره بسبب برادوفيتش ان في جاسوس اخبر برادوفيتش ان الزمالك عنده قضايا ومشاكل. لا يوجد اي جاسوس اخبر برادوفيتش ان عنده قضايا ومشاكل. برادوفيتش خلاص بشكل كبير مدرب لنادي الزمالك في الموسم الجديد في الدوري المصري الممتاز وكل شيء، ان برادوفيتش مدرب قاهر للكبار زي ما اخبرناكم. طيب دوري ابطال افريقيا زي ما اخبرناكم الجرعه الكاف حددها يوم 10/8. يوم 10/8 خلاص جرعه دوري ابطال افريقيا، يوم 10/8 جرعه دوري ابطال افريقيا. بيراميدز ما تناويش يجيبها لبره، بيراميدز ينافس الاهلي على صفقه لاعب دهوك العراقي بيتر كولو كيس خلاص يقترب من بيراميدز عن النادي الاهلي. بيراميدز دخل في صراع مع النادي الاهلي على لاعب دهوك العراقي، رغم الاهلي اللي فاضل الاول هذا نجم مميز جدا، نجم هيكسر الدنيا في الدوري المصري اذا اتى الدوري المصري. مهاجم سوبر، مهاجم مرعب، يخلص من انصاف الفرص، لاعب كويس جدا جدا جدا. مصر وانجاز عالمي، مصر بقيت من الخمسه اللي الفيفا خلتهم جود جيد وخلتهم جريت عظيم. الفيفا خلاص حطت خمسه، اسبانيا من ثم اسبانيا وبرجواي، ومن اسبانيا برجواي وكمان مصر من ضمن الخمسه افضل 5 انديه، منهم اسبانيا وبرجواي ومصر والنرويج وفرنسا من ضمن افضل 5 انديه. مصر من اللي دخلوا كاس العالم، من ضمن 5 انديه من دخلوا كاس العالم ومعهم سويسرا. خلاص مصر وصلت العالميه. مصر اتقدمت مصر 11 مركز من 35، بقت بسم الله ما شاء الله 24 عالميا. مصر 24 عالميا مع مين؟ مع ايطاليا وفرنسا والمانيا. مصر اتجهت نحو الخطه الصحيحه، الخطط الصحيحه. واتحاد الكوره ورابطه الانديه بسم الله ما شاء الله على الاداء المميز الذي قدموه لمصر، وكانوا عاملين انهم روح قتاليه ويلعبوا ما يهمكمش. بسم الله ما شاء الله مصر وابناء مصر ينووا ثمار هذا اللعب الممتاز وجيد جدا. الزمالك يهدد قلنا بالانسحاب من دوري ابطال افريقيا. خلاص الزمالك يهدد بالانسحاب من دوري ابطال افريقيا اذا ما ضيع جدولش مستحقل، بس ان شاء الله الزمالك ومجلس الزمالك ان مجلس الزمالك المجلس ده كارثي بما تحمله الكلمه من معنى، ونصيب على نادي الزمالك وعائق كبير على نادي الزمالك انه ما يحلش قضايا، يقعد يحل قضيه فضيه ومش بيحل القضيه الصعبه، وهو اللي جاب عديه القضايا على الزمالك بسبب الكسندريا القران، وبسبب كمان عبد الحميد محل واتحاد طنجه. خلاص احنا قلنا انهى قضيه اتحاد طنجه من 6 قضايا لدى الفيفا، رفعوا قضيه اتحاد طنجه وبقيوا 5 قضايا فقط. الزمالك سيف الدين الجزيري وعرض الاحتراف. الافريقي التونسي بعت عرض لنادي الزمالك للحصول على خدمات النجم سيف الدين الجزيري. هداف الزمالك الاجنبي هو سيف الدين الجزيري، خلاص يقترب بنسبه كبيره من الانتقال لافريقيا التونسي اذا شيع او بعت عرض مميز لنادي الزمالك بقيمه $1,500,000 او $1,000,000 فقط. الزمالك يوافق على رحيل سيف الدين الجزيري الى الافريقي التونسي. الافريقي التونسي بالمناسبه هيلعب دوري ابطال افريقيا الموسم الجاي، وسيف الدين الجزيري تونسي وابن البلد ويلعب في الافريقي التونسي ويدغدغ الدنيا. سيف الدين الجزيري لاعب كبير جدا، جون ادوارد زي ما قلنا ذكرنا في الحلقه السابقه الزمالك يلبي له طلباته ان اللعيبه تحصل على مستحقاتها، وبالفعل لعيبه الزمالك واحد بيحصل على مستحقاته، والزمالك بيجدد الثقه في جون ادوارد، وجون ادوارد باقي مع الزمالك. رحيل شيكو باندا المشاغب لا يرحل عن نادي الزمالك. شيكو باندا باذن الله ما فيش رحيل عن نادي الزمالك. شيكو باندا مستمر على نادي الزمالك في الموسم الجديد. واخر خبر معانا اليوم
ان الزمالك والمعسكر، ومش معسكر الزمالك مش هيعمل معسكر خارجي، تابعونا انا. الزمالك هيعمل معسكر اعداد في برج العرب او استاد الدفاع الجوي استعدادا للموسم الجديد. والسلام عليكم ورحمه